ازاي احسن الانجليش سبيكنج بتاعي لوحدي وانا في البيت؟ هقول لك النهارده على 3 طرق هيساعدوك تودي الانجليش سبيكنج بتاعك في حته تانية خالص. اول طريقه وهي الانسرينج كويستشنز، تقدر تدخل على الويب سايت ده هتلاقي فيه اسئله هترد عليها كأن حد بيسالك بالظبط. تاني طريقه هي ابلكيشن إلسا، الابلكيشن ده بجد حكايه عشان هيودي الانجليش سبيكنج بتاعك في حته تانية خالص. ده ليه؟ علشان فيه ميزتين، الميزه الاولانيه هي خاصيه الاي اي، وده بتلاقي فيه روبوت بتكلمه ويكلمك كانه بشر زينا بالظبط. تاني خاصيه هي انه بيبعت لك جمل معينه تقدر تسجلها بصوتك في ريكورد وهو بيسمعها ويصلح لك الميستيكس كمان. تالت طريقه وهي الايماجينري فريند، تخيل ان ليك فريند كل يوم بتكلمه ايه اللي حصل في يومك، في شغلك، في حياتك. طب تخيل الفريند ده هو مثلا ويتر في ريستورانت وانت محتاج منه المنيو مثلا، او محتاج يديلك مقترحات تاكل ايه النهارده. تقدر تستخدم تشات جي بي تي علشان يساعدك ايه الاكسبريشنز اللي تستخدمها في سيتويشنز زي الريستورانت. ما تنساش تعمل سيف للبوست ده عشان ترجع له وقت ما تحتاجه، ولو عايز اللينكس دي اكتب لنا كومنت وهنبعت لك اللينكس في مسج. باي.